الحكاية بتقول إن أوراشيما الصياد الطيب أنقذ سلحفة صغيرة كان أطفال بيعذبوها، والسلحفة دي طلعت هي بنت التنين رايوجين ومتنكرة، وكان مكافأة ليه خدته على ظهرها ونزلت بيه قصر الريوجو جو تحت المية. أوراشيما قضى هناك 3 أيام، 3 أيام من الأكل والشرب والاحتفال مع الأميرة، لكنه اشتاق لأهله وقرر إن هو يرجع تاني. فالأميرة ادته صندوق وقالت له اوعى تفتحه مهما حصل. أوراشيما بالفعل طلع لسطح المية ورجع لقريته، بس كانت الصدمة البيوت متغيرة والناس لبسها غريب ومحدش عارفه. ولما سأل عن عيلته الناس قالت له انت بتسأل عن عيلة أوراشيما؟ دول ماتوا من 300 سنة. فمن صدمته وحزنه على فقدان عيلته قرر ان هو يفتح الصندوق، فبيظهر دخان ابيض يغطيه وبيتحول من شاب لراجل عجوز، وبيسمع صوت الأميرة جايله من أعماق المحيط بتقوله أنا حذرتك من فتح الصندوق لأن ده كان عمرك محبوس جواه. وبتنتهي القصة هنا. ال3 أيام اللي قضاهم أوراشيما تحت المية عدوا على الأرض كأنهم 300 سنة. هل دي مجرد خرافة ولا القدماء اليابانيين كانوا بيحاولوا إن هم يوصفوا ظاهرة تمدد الزمن التايم دايليشن؟